السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. حبيت أعمل ريفيو مخصوص عن الصن بلوك بتاع بوبانا، وهكلمكم عن كل حاجة تخص الصن بلوك ده، لأن معظم البنات بتهتم بالصن بلوك جدا، والأسعار في تزايد رهيب وعايزين حاجة كويسة ومعروفة ونتيجتها كمان تكون كويسة. يلا نتكلم عن أول حاجة فيه وهي أنواعه. ده صن سكرين، في منه 3 انواع، التنت والكريم والجل، واللي معايا هو الجل، وده بيكون اغلى واحد فيهم، وطبعا هقولكوا على سعره في اخر الفيديو. تاني حاجة هكلمكوا عنها وهو قوامه. هو خفيف جدا على البشرة، والبشرة بتمتصه بسرعة، ومش بيسيب ملمس دهني ولا زيتي، ولكن بيسيب لمعة بسيطة زي ما هعمل معاكم تجربة دلوقتي وهتشوفوها. هحاول ان انا اقربها لكم كمان، ولما ينشف كده على ايدي برضو هوريكم اللمعة اللي هي بتسيبه، وفي نفس الوقت البشرة بتكون جافة جدا ومتشربة جدا. انا عن نفسي حبيتها جدا لانها شكلها جلوي وصحي. وطبعا النوع الجل ده مناسب جدا لاصحاب البشرة الدهنية والمختلطة زي ما انتم شايفين كده. يمكن انا كمان حطيت كمية كبيرة شوية، يعني دي كمية كتيرة، لكن هو خفيف جدا. حتى في توزيعه كمان البشرة بتمتصه بسرعة، وهو بيكون يعني خفيف قوي على البشرة. وعايزه اقول لكم ان ريحته بجد عجبتني قوي، ريحته حلوه قوي، لانه مهم الحاجات اللي انا بحب ان انا احطها تكون برضو ريحتها لطيفه علشان ما تضايقنيش. وزي ما انتم شايفين لو انتوا واخدين بالكم من اللمعه دي، هي في لمعه بسيطه مش قويه، لكن زي ما قلت لكم انا حبيتها قوي. وفي نفس الوقت البشرة مش بتحسوا انها مدهننه ولا مزيته خالص، هي بتكون ناشفه وجافه عادي، هي بس بتكون مجرد منظر. النوع التاني اللي هو الكريم بيكون اتقل شوية، وده هيناسب اصحاب البشرة العادية والجافة، والتنت زي الفاونديشن لو بتحبوا النوع ده يعني. تالت واهم حاجة وهي حمايته من اشعة الشمس، زي ما انتم شايفين هو بلس 50، ودي افضل نسبة مصرح بيها وده اللي انا اعرفه يعني. تجربتي الاولى معاه كانت على البحر وفي الشمس، يعني كانت تجربة قوية جدا. انا دايما بتأثر جدا بالمياه المالحة والشمس، ولكن ده فاجئني حرفيا. لقيت نفسي اسمريت حاجة بسيطة، وشي ملتهبش من الشمس ولا المية خالص، لدرجة اني ما جددتوش كتير، وده عشان وشي يحمر شوية وياخد لون. وطبعا كنت بحطه على ايدي، ولكن ايدي اسمرت شوية اكتر من وشي للامانة والصراحة يعني، بس برضو مش زي اللي متعودة عليه على طول. نيجي بقى لحجمه، وهو ما شاء الله كبير جدا، هيكفيكي طول الصيف، ولو بتستخدميه كل شوية وعلى ايدك ووشك هيكفي بجد، لان حجمه 150 ملي مقارنة باغلب الصن بلوك التانية واللي اسعارها فظيعة، واللي اكبر حجم فيهم ما بيوصلش تقريبا ل 75 ملي، فالحجم ده ممتاز جدا. ونيجي لاكتر حاجة انتوا مستنيينها وهو سعره. من تاريخ الفيديو انا اشتريته قبل شهر، وده بقوله ليه؟ لان كل يوم الاسعار في تزايد رهيب زي ما قلت لكم. جبته وقتها ب130 جنيه، وممكن دلوقتي يكون وصل 150، وممكن يكون زي ما هو. والكريم منه بيكون ارخص 20 او 25 جنيه، والتنت ارخص واحد فيهم، وكمان حجمه بيكون اصغر منهم، وبيكون سعره حوالي 75 جنيه. حقيقي الصن بلوك ده يستحق ان انتوا تجربوه، ولما تجربوه يعجبكم باذن الله زي ما عجبني انا كمان. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الريفيو، ونتقابل في ميعادنا كل يوم خميس مع فيديو جديد، وسلام.